السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاجر الاستثمار الداجني ده فيديو بعته لنا أحد مربين الدواجن وبيسألنا عن رأينا في العنبر بتاعه أو وضع العنبر بصفة عامة. طبعا هنا أول ما نفتح الباب بتاع العنبر أدي خط أهو. العنبر ده مكون من خطين، أدي خط تمام وفي خط تاني على اليمين. طبعا هنا العميل كان بيحضن في الدور ده عشان موجود في شبكة تحضير، كان بيحضن في الدور الثالث بغض النظر عن التحضير في الدور الثاني أو في الدور الثالث، مفيش اختلاف كتير. وادي هنا الخط الثاني في العنبر تمام. طيب هنا العميل ده في حاجه كويسه هو عاملها، مجسم المسافه ما بين البطاريات وبين الحيطه بنسبه متساويه، وده افضل وضع للبطاريات في العنبر. انك انت لو انت عنبرك مثلا هتحط فيه اكتر من خط بطاريات، طبعا بتخلي المسافه ما بين الحيطه واول بطاريه زي المسافه من البطاريه الثانيه والثالثه وهكذا، بحيث يبقى في تناسق في وضع البطاريات، وكمان في تناسق في تجليب الهواء في المكان وفي التبريد. تمام، نكمل مع بعض كده. يبقى احنا البطاريتين وضعهم او مكانهم تمام. نيجي بقى هنا لوحه التحكم. اللوحه دي انا شايف ان هي ينقصها حاجات كتيره. نبص مع بعض اللوحه دي. طبعا هي اللوحه دي مش من عندنا، لكن بغض النظر اللوحه دي ينقصها تايمرين. كل تايمر 2 زمن. تايمر المفروض يشتغل على خلايا التبريد لما الخليه تاخد امر تبريد علشان ما تزودش رطوبه، وتايمر تاني المفروض يكون موجود في اللوحه دي علشان يجلب هواء في المكان. لان العميل ده كلمني وهو قال لي انا محتاج منك شفاط اشغله تجليب هواء، فقلت له طيب الشفاط ده هتشغله عليا؟ قال لي شوف اللوحه دي ينفع يشتغل عليها ولا لا. فبعت لي اللوحه دي، قلت له اللوحه دي ما فيهاش تجديد هواء، فاهمني؟ يبقى اللوحه دي ينقصها تايمرين، كل تايمر 2 زمن. نكمل مع بعض. طبعا ده شفاط اهو اتحاد اوروبي، وده شفاط تاني. طبعا الشفاطين دول مكانهم يعتبر مرتفع عن العنبر، عن الارض. مكان الشفاطين دول مكانهم مرتفع نسبيا، يعني نظرا ان كمان ان دي شقه وبتاع، فهو العامل مش هيقدر يوطيهم، لكن وضعهم يعتبر مقبول الى حد ما. ودي فتحه تهويه اهو، ودي الخليه. طبعا الخليه برضو مرتفعه شويه عن الارض، بس طبعا شقه ومحكومه، لكن الخليه المفروض تنزل تحت كمان تاني. ودي فتحه تهويه. طبعا هنا نقف عند الفانات. ادي فان اهو، هو العميل صورها لنا، وفي فانه تانية اهو. الفانات هنا وضعها مش صح. الفانات هنا في العنبر ده الوضع بتاعهم مش صح. ليه؟ طبعا الهواء السخن احنا عارفين كثافته اقل من الهواء الساقع، وخصوصا انا لما يكون عندي عنبر بطاريات بعمل ايه؟ بركب الفانات في الممرات او في الطرق او في الترجه ما بين البطاريات وبعضيها. بركب الفانات تاني في الممرات ما بين البطاريات، وبخلي الفانه مايله سنه بسيطه لتحت، بخلي وش الفانه مايل سنه بسيطه لتحت. لكن الفانه دي انا شايف ان الوضع هنا مش افضل حاجه. تمام. طيب طبعا ده ونش العميل بيرفع بيه العلف وبيرفع بيه الفراخ وكلام من ده. طبعا هو مقفل هنا مكان الونش بتاع فايبر او جزاز ايا كان عشان ما يدخلش هواء لما الخلايا تشتغل. طبعا فكره برضو كويسه. طبعا هنا برضو الدفايه دي مكانها هنا مش صح خالص. الدفايه دي المفروض تنزل تحت على الارض، لان احنا بنقول الهواء السخن كثافته اقل من الهواء الساقع، فالهواء السخن بطبيعته بيطلع لفوق. فانت لما تركب له دفايه كده مرتفعه عن الارض كده وضعها غلط. الدفايه دي المفروض تنزل تحت وتبقى في التلت الاول من العنبر. في التلت الاول منين؟ من العنبر. طيب الكلام ده لو هيتر كهرباء او ايا كان هيتر في مروحه، لكن دي دفايه. طبعا الدفايه دي الهواء اللي بيطلع منها بيطلع في حاله ركود، يعني الهواء اللي طالع منها مش مدفوع بمروحه زي مثلا هيتر الكهرباء او هيتر الغاز او هيتر السولار. الهيتر في جواه مروحه، فلما يكون الهيتر جواه مروحه بيدفع الهواء بيدفع الهواء بره الهيتر. لكن الدفايه دي وضعها الصح المفروض كمان ما تبقاش في التلت الاول، المفروض تبقى في نص البطاريات، في النص المفروض يعني. يبقى الدفايه برضو في ملحوظه على الدفايه هنا، المفروض الدفايه دي تنزل تحت شويه. طبعا ده الوضع النهائي للعنبر. حبينا نشارككم عشان برضو لو حد عنده ملحوظه او عنده عنبر برضو حابب يقول يسالنا راينا فيه، احنا تحت امركم في اي وقت. واحنا برضو حبينا ننزل الفيديو ده عشان نفيد بقيه الناس المربيين، لعل وعسى ان شاء الله حد يستفاد، وان شاء الله يكون في ميزان حسناتنا ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في قناتنا على اليوتيوب وتتابعونا. احنا تحت امركم في اي وقت. الفاجر الاستثمار الداجني.